السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد، بس بقى مش فيديو الفراخ، انا جايلكم فيديو اكل. يا رب يعجبكم. النهاردة ان شاء الله عايزين نعمل مع بعض السمك المشوي. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمله، ولكن انا حبيت ان انا اوريكم انا بعمله ازاي. هنا نسمي الله، ونكون جايبين السمك وبنكون منضفينه حلو زي ما انتم شايفين، وبنشيل كل اي حاجة جواه. في ناس بتحب تعمل السمك المشوي مقفول. انا حبيت اخلي واحدة بس اللي مقفولة والباقي كله فتحته عشان انا بحب احشيه من جوه. فهنا زي ما انتم شايفين السمك طبعا بتخلص من الزفارة بتاعته، بغسله كويس وبعدين بنقعه في مية بملح بليمون، وبسيبه فترة، بسيبه قيمة حوالي نص ساعة قبل ما ببدأ ان انا اعمله، علشان يشيل اي زفارة منه، وعلشان يبقى اللحم بتاعه من الملح بيبقى خد طعم الملح، ما يبقاش اللحم بتاعه ما فيهوش ملح. هنا هنسمي الله كده، ونبدأ بقى نحضر الخلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن طماطم وملح وجزر مبشور. ما عندكيش مبشرة، ما عندكيش كبة، ممكن تعمليه في المبشرة عادي. وعندك خضرة، وعندك بصل، وعندك توم، وعندك ليمون. والبهارات بقى بتاعتك ملح فلفل كمون كزبرة. في هنا ليمون طبعا. ببدأ اخلط كل المكونات دي كلها مع بعضيها كويس. وانا بخلط المكونات كلها مع بعضيها بتك على الطماطم شويه عشان تطلع العصاره بتاعتها، وبتك على الخضار دوت اللي انا حاطاه كله على بعضه، ان انا بعمله كله مع بعضه بالليمون وبالملح علشان يطلع الحاجات اللي جواه، يعني الطماطم تطلع العصاره اللي جواها، الجزر، الخضره، الكلام من ده، علشان لما احط فيها السمك او احشي بيها السمك تبقى ليها طعم. هنا طبعا كل المكونات دي كلها طبعا موجودة في البيت، وكلها مكونات سهلة جدا، ما فيهاش حاجة صعبة. وعلى فكرة السمك في البيت اطعم واحلى من السمك المشوي بكتير. يكفي ان انت بتبقي غسلاه كويس قوي، وبتبقي غسل الخضار بتاعه كويس، وبتبقي نقعاه في ملح وليمون، واذا كان شوية خل، وبتبقي غسلاه كويس. طبعا بره ما بيتعملش بالشكل دوت، هو بيغسلوا او كل حاجة، لكن ما بيعملوش زي ما انت بتبقي عاملاه. طبعا بعد ما حطيت الخضار ده كله بحط عليه نص معلقه خل صغيره، ما بحطش خل كتير لان انا حاطه ليمون. وببدا اهرس الخضار زي ما انتم شايفين كده كله مع بعضه. طبعا حاجه بره بسم الله ما شاء الله بيبقى برضو طعمها حلو وكل حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى محلل الحاجه دي بره، وبيبقى الاكل والشرب بتاع بره ليه طعم تاني، حتى لو مش معمول بنفس الطريقه اللي انت عاملاها في البيت. ولكن احنا حاجه البيت عندنا احسن من بره بكتير قوي، لان انت بتبقي عاملاها على ايدك. هنا بعد كده بمسك بقى سمكه سمكه، وببدا احشيها الخلطه اللي انا عملتها دي. هنا بقى معلش معذره، انا يعني بصور ماسكه الموبايل بايد وبعمل بايدي التانية، فهنا فصلت الجزء دوت، وهنا حشيت السمك بالخلطه اللي انا عاملاها دي. طبعا انا مش ما كنتش هشويه دلوقتي، بسيبه حوالي قيمه ساعه او حاجه في التلاجة لحد قرب ما باجي اعمله على الغدا باخده. طبعا بيكون السمك، لحم السمك نفسه شرب من الخضار اللي انا عاملاه ده كله، فبيبقى طعم السمك طعمه نفس طعم الخضار ده. وهنا كان طبعا عندي شويه جمبري كده، فعملت حطيت عليهم من نفس الخلطه، وحطيتهم وسبتهم برضو في التلاجة ساعه كده عشان برضو يشربوا من نفس التتبيله دي. بعد كده باخد بقى بقى عندي جزء من التتبيل الخضار اللي انا عملته ده كله. انا لما بشوي السمك بعد ما بطلعه من على الشوايه بروح سقطاه في الدقه ديت، علشان لحمه يبقى طري وعلشان يشرب من التتبيله دي. نفس الخضار اللي انا عاملاه ده، ولكن بزود عليه شويه ميه وشويه خل صغيرين قوي، ما بزودش خل كتير. وده بركنه على جنب لحد ما باجي اشوي السمك، وبعد كده بروح حاطاه في التتبيله ديت. يا ريت حبيبتي اذا كنتي وصلت لحد هنا تعملي لي لايك واشتراك وكومنت. عايزه القناه ان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. هنا بقى نركن السمك شويه، وهنعمل الرز بتاع السمك. هنا بتبشري بصله او بتقطعيها بالطريقه اللي تعجبك، وبعدين بحط بقى ماده دهنيه عليها وبسيبها تتحمر براحتها. طبعا على حسب درجة البصل اللي انت بتحمريها، على حسب ما بتحصلي على الرز باللون اللي انت عايزاه. لو عايزة الرز فاتح مش لونه غامق، فبتخلي البصلة لونها فاتح، ما بتستنيش ان هي تغمق قوي. لو انت عايزة الرز غامق شوية فانت بتسيبي البصلة تغمق شوية، وبعد كده بنحط على البصلة شوية مية.
نص كيلو رز بتحطي عليه كوبايتين ميه. فياريت لو تحطي ميه قليله، ولما تحطي الرز تزودي، ما تحطيش ميه كتير، تحطي ميه قليله، ولما الميه تغلي تكوني مجهزه الرز وتحطيه فيها. فهنا حطيت الميه وحطيت عليها شويه ملح، وحطيت شويه فلفل اسود وشويه كمون. وبعد كده بسيبها تغلي، وبعد ما بتغلي بروح حاطه فيها الرز. اذا لقيتها عايزه ميه تاني بزود لحد ما بغطي الرز ميه. لقيت الميه بتاعتي مظبوطه يبقى كده كويس قوي. هنا انا حطيت الميه عندي ما شاء الله مظبوطه، ما زودتش عليها حاجه زي ما انتم شايفين كده. حطيت اهوت الرز فيها. وطبعا النار بتبقى عاليه الاول شويه، وبعد كده اول ما بتشرب بهدي عليه خالص علشان الرز يستوي براحته وما يعجنش معايا، وما اضطرش ان انا ازوده ميه، لان لما بتعلي عليه النار بينشف بسرعه وبيشرب الميه بتاعته، فبتضطري تزودي ميه تانية فالرز بيتعجن. هنا بصوا الرز ما شاء الله مفلفل، وما شاء الله الحبايه بحبايته زي ما هو كده. وطبعا انا مزودتش ميه ولا اي حاجه. هنا بعد كده ركنت الرز على جنب، وبعدين خلاص هشوي بقى السمك. فهو طبعا السمك انا حاطه فيه التتبيله والخضار بتاعه. بعد كده بجيب الرده. انا ما ببهرش الرده، يعني ما بحطش على الرده ملح او حاجات تانية، لان انا حاطه في السمك من جوه ملح وتوابل بما يكفي، فمش محتاجه ان انا احط تاني في الرده عشان السمك ما يطلعش مملح. هو الرده بس بجيبها كده وبحطها على السمك من بره زي ما انتم شايفين. وبعد كده دي صاجه عندي من زمان قوي. فانت ممكن تعملي تشتري الصاجه اللي هي بتاعه الرز. ممكن لو عندك حاجه يعني ممكن تقطعي منها صاجه وتربعيها او تدوريها ان انت تحطيها على البوتاجاز تشوي عليها زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت الصاجه وحطيت عليها، ما حطيتش عليها اي حاجه لا زيت ولا اي حاجه. وحطيت السمك زي ما انتم شايفين كده. حطيت سمكه بولتي وحطيت سمكه بوري. فبتقلبي السمكه لحد ما بتلاقي الناحيه بتاعت الناحيه استوت، وناحيه يعني الناحيه خلاص بتحطي ايدك عليها بتلاقيها استوت. فطبعا انا هنا بعمل السمكه على الجنب ده وعلى الجنب دوت علشان تستوي من كل الجوانب، ما تبقاش مستويه من النص ومن الجناب مش مستويه. هنا الدقه اللي احنا حضرناها مع بعض. بجيب السمكه كده زي بعد ما هي خلاص اتشوت، وبسقطها في الدقه ديت على طول ثواني كده، وبطلعها على طول. ما بسيبهاش كتير في الدقه لان هي كده كده متملحه وكل حاجه. يا دوبك انا بحطها في الدقه بس علشان لحمها يبقى طري ما يبقاش ناشف. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم ويكون فيديو سهل. وانا اتمنى ان انتم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت، واترككم في رعايه الله. والف هنا وشفا اللي هيعمل السمك ان شاء الله. واترككم في رعايه الله. مع السلامه.